عايز تفتح أي أداة في الويندوز في ثواني، ضغطة واحدة بس ويندوز ار واكتب الأمر. في الفيديو ده هقولك أهم أوامر رن اللي لازم تعرفها دلوقتي عشان تشتغل أسرع على الكمبيوتر. أنا إياد ودي قناة إياد زون. والنهارده هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا لكن قوية، أداة الرن في الويندوز. معظم الناس ما بيستخدموش الكلام ده غير شوية أوامر بسيطة، بس في شوية أوامر ممكن تنجز بيها يومك. اعمل سيف للفيديو ده عشان هترجع له تاني. وقبل ما نبدأ عايزك تخلي بالك في شوية أوامر الرن بتطلب منها صلاحيات أدمن، وفي أوامر ممكن تأثر على إعدادات الجهاز لو اتعملت غلط. ما تجربش أي أمر قبل ما تفهمه، ولو مش متأكد منه اسأل حد متخصص. أنا هشرح كل أمر وطريقة استخدامه. وأول أمر CMD، هتدوس على زرار ويندوز وار مع بعض وهتكتب CMD، هيفتح لك موجه الأوامر كوماند برومبت، مفيد لو عايز تشغل أوامر سريعة زي بينج أو IP config. والتاني أمر الباور شيل، هتكتب في الرن باور شيل، دي زي CMD بالظبط بس أداة أقوى، وبيستخدموها المطورين والمسؤولين لتنفيذ أوامر متقدمة. وتالت أمر معانا تخلي الكمبيوتر يقفل لوحده بعد وقت معين، هتفتح أداة الرن، هتكتب شات داون مسافة شرطة S مسافة شرطة T وتحدد الوقت بالثواني، وده هيخلي الكمبيوتر يقفل لوحده بعد وقت معين بالثواني. يعني مثلا لو كتبته كده هيقفل الكمبيوتر بعد ساعة. ولو عايز تلغي التايمر ده هتكتب في الرن شات داون مسافة شرطة A. ورابع أمر MS config، هتفتح أداة الرن، هتكتب MS config وده بيفتح السيستم كونفيجريشن، تقدر من هناك تتحكم في البرامج والبوت والسيرفيس، وده مهم لو الجهاز بيبقى بطيء وهو بيفتح معاك. خامس أمر هتفتح أداة الرن، هتكتب تمب وده بيفتح ملفات التمب على الجهاز عندك وتقدر تمسحها، مفيش مشاكل ولا خوف منها، وهتلاقي ملفات مش هتعرف تمسحها، ما تقلقش خالص وسيبها. وسادس أمر معانا برضو ملفات التمب، بس المرة دي هتكتبها بين العلامتين دول، وده بيفتح ملفات التمب برضو بملفات أكتر وبرضو مفيش خوف منها وتقدر تمسحها. وعلى فكرة ملفات التمب دي بتكون ملفات متخزنة على الجهاز لكل حركة حصلت عليه بمعنى الكلمة، يعني لو دوست على أي حرف في الكيبورد بيتسجل في ملفات التمب دي. ودي قصة طويلة شوية، لو عايزين حلقة كاملة عن الموضوع ده قولولي في الكومنتات. والأمر السابع Event Viewer، هتفتح أداة الرن وتكتب فيها الأمر ده، هنا بتلاقي سجلات النظام والأخطاء، وده هيفيدك لو عايز تعرف سبب مشاكل النظام. وتامن أمر معانا الديفايس مانجر، هتفتح برضو أداة الرن وتكتب فيها الأمر ده، وده عشان تشوف تعريفات الهاردوير وتحدثها أو توقفها. والأمر التاسع الديسك مانجمنت، ده تقدر تدير منه البارتيشنات، تهيئ الفلاشات أو تغير حجم البارتيشن أو تغير اسمه أو حرفه. والأمر العاشر كمبيوتر مانجمنت، وده هتفتح أداة الرن وتكتب فيها الأمر ده، واللي هو بيجمع لك أدوات زي الإيفنت فيور والديسك مانجمنت في صفحة واحدة. والأمر ال11 الريجستري إديتور، هتكتب الأمر ده هيفتح لك الريجستري إديتور. هنا التعديلات حساسة جدا وممكن تبوظ النظام لو غيرت حاجة غلط، استخدمها بس لو عارف انت بتعمل ايه كويس قوي. والأمر ال12 اللي هو كنترول برينتر، ده بيفتح صفحة الطباعة والأجهزة ومفيد يعني لو عايز تضيف أو تدير طبعة. والأمر ال13 نتورك كونكشن، هتكتب الأمر ده وده هتشوف منه اتصالاتك بالإنترنت وتعدل على الإعدادات بتاعة الإيثرنت أو الواي فاي. والأمر ال14 الإنترنت بروبرتيز، برضه هتكتب الأمر ده وده هيفتح لك إعدادات الإنترنت وملفات الكوكيز واللان. والأمر ال15 ديسك كلين أب، ده بينظف ملفات النظام المؤقت وبيوفر لك في المساحة. والأمر ال16 دي اكس دي، ده بيعرض لك مواصفات كارت الصوت وكارت الشاشة وبيعمل اختبار للدايركت اكس. والأمر ال17 ريموت ديسكتوب كونكشن، وده لو بتستخدم التحكم عن بعد الأجهزة تانية. والأمر ال18 الريسورس مونيتور، ده بيعرض لك استخدام السي بي يو والديسك والنتورك بالتفصيل. والأمر ال19 بيرفورمانس مينيت، ده بيحلل أداة النظام على المدى الطويل. والأمر ال20 كنترول يوزر باسورد، بيخليك تشوف اليوزرات اللي على الجهاز عندك لو عندك أكتر من يوزر وتتحكم فيهم، خلي بالك وانت بتستخدمه كويس. والأمر ال21 والأخير
System Information. هتكتب الأمر ده، وده بيديك ملخص كامل عن مواصفات الجهاز والنظام بتاعك. وده كان ملخص أهم أوامر الرن اللي هتخليك تستخدم الويندوز أسرع وأكتر احترافية. واكتب لي في الكومنتات إيه الأمر اللي عجبك وعايزني أشرحه لك عمل، ولا أنت هتعتمد على نفسك. ولو حابب أعمل فيديو عن إزاي أعمل سيرفر داخلي للبيت بالكامل، قول لي كلمة سيرفر في الكومنتات. وما تنساش اللايك وشير الفيديو مع أصحابك عشان يستفيدوا زيك، والاشتراك وشغل زرار الإشعارات عشان أوريك كل جديد في التكنولوجيا والحياة اللي تسهل عليك. أشوفك في الفيديو الجاي. سلام.